السلام عليكم ورحمة الله. رسميا احتراف محمد شريف في الخليج السعودي بموافقة النادي الأهلي ومحمد شريف معا، وشرط جزائي لعودته ب120 مليون جنيه في حالة عودته للدوري المصري. عبر حسابه محمد شريف قال وصرح ووضح كل شيء. بيقول محمد شريف: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية، مين يكون معاه وفي ظهره النادي الأهلي ويقدر يتشرط أو يملي شروطه عليه؟ أنا بكتب البوست ده حابب أوجه الشكر لكل ما هو ينتمي للكيان الكبير وبيتي النادي الأهلي. أولا الجمهور، أنا فعلا مش لاقي كلام يوصف ولا يوفي حقكم عليا بعد ربنا سبحانه وتعالى. كنتم أنتم خير دعم ليا وخير سند في أوقات صعبة ليا وللفريق ككل. بشكركم وبعتذر عن أي تقصير في يوم حصل مني، وهتفضل أصواتكم دايما معايا وجوايا أعظم جمهور في العالم. جمهور الأهلي هو من يصنع النجوم، دمتم نعمة للنادي. ثانيا أشكر إدارة النادي الأهلي أنها ساعدتني وادتني الفرصة أن أخرج من الباب الكبير، ومن خلالهم وتحت إشرافهم هم أول ما تعرض عليا العروض كنت حريص على توجيهها للإدارة لدراستها قبلي أنا شخصيا، وكمان لحفظ حقوق الكيان والنادي نفسه قبلي أنا شخصيا، وتحقيق أكبر إفادة للكيان. لا عاش ولا كان اللي يجي الأهلي ويتشرط عليه في تجديد ولا غيره. أنا خارج من الباب الأهلي الكبير ولله الحمد حاولت أفيد النادي على قد ما أقدر، وده ما يجيش جزء من فضل النادي عليا شخصيا، وده شيء يشرفني ودايما يكفيني ويكفي ولادي ان اسمي موجود في سجلات النادي، وهذا من فضل الله عليا. ثالثا اشكر كل من زملتهم وكانوا سند ليا وقت لعبي بالفريق من لاعبين كانوا اخواتي ودايما في ظهري. واشكر كل المدربين والاداريين اللي اشتغلت معاهم من اصغر واحد لاكبر واحد، واخواتنا العمال اللي تعبوا معايا جدا طوال الفترة، والفريق الطبي كله بلا استثناء. اخيرا وجب التوضيح: عشت جوه النادي الاهلي 6 سنين من عمري، وجب عليا والتزاما مني اتجاه النادي. لذلك انا من طلبت من النادي الاهلي اخذ كل الاحتياطات لضمان حقوق عودتي من جديد للدوري المصري من خلاله فقط، او العرض عليه اولا قبل العودة لمصر. يعني هو اللي حط الشرط الجزائي، واي كلام يقال في الموضوع ده لا يمت الحقيقة بأي شيء، وهذا للعلم فقط. الأهلي مفيش حد اتشرط عليه للتأكيد، ولكل اللي متابعني طوال 6 سنين بالأهلي لم أفتعل ولو مشكلة واحدة، وهذا من فضل الله عليا، لأني أتعامل مع منظومة أعرف واجباتي اتجاهها بكل تفاصيلها، ولنا عودة مع النادي العظيم.